هتفضلي قاعدة بقى لعند امتى؟ نفسك تقومي تعملي حاجة حلوة ومش عارفة تعمليها ازاي، وعايزة حاجة تكون سهلة وسريعة وتكلفتها مش كتير وفي الاخر بتطلعي شكل حلو قوي وبمكونات قليلة، بس في الاخر شكلها بيفرق كتير جدا وبتعملي كمية كتير من حاجات مش كتيرة قوي. وصفتنا بقى النهاردة انا مسمياها طبقات اللذاذة، لان هي جميلة وطعمها حلو، مكوناتها موجودة عندنا في كل بيت وشكلها في الاخر خطير. وهعلمك ازاي تطلعي الشكل ده بأسهل طريقة في البيت. مع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا. واول حاجة بقى هنبتدي فيها هي طبقة المهلبية بتاعتنا بالمانجا. عندنا عصير مانجا، هنعمل كوباية من المانجا عليها كوباية من المية ونضربهم في الخلاط. معايا 3 معالق كبار نشا ومعايا سكر حسب الرغبة، انا هنا حاطة معلقتين كبار سكر. ابدأ انزل على المانجا بتاعتنا دي بالنشا، وبعد كده ننزل عليها تاني بالسكر، وهنا السكر حسب الرغبة، زي ما احنا بنحب السكر نضيفه. ونقلب الكلام ده كويس اوي على البارد، علشان لو حطيناه على النار وهو كده هيبدأ ان هو يكتل معانا. ونقلب هنا كويس اوي. ومش شرط يكون عندك مانجا، نقدر ان احنا نعملها بأي فاكهة احنا عايزينها، وبتدي برضو نفس النتيجة وبتبقى حلوة اوي. وبعد بقى لما قلبنا الكلام ده كويس جدا، نبدأ ناخده ونرفعه على النار. وبعد لما رفعناه على النار نقلب فيه وما نبطلش تقليب، لان لو احنا بطلنا تقليب برضه هيكتل معانا، واحنا عايزين يكون كل حاجة حلوة فيه، ما يكونش فيه اي قطع معانا، عشان في الاخر يكون الشكل حلو قوي. وانا هنا مستخدمة المانجا. افرض انت عايزة تعززي الطعم جدا وتخليه في الاخر يكون اجمد معاكي، نقدر ان احنا نضيف عليه جيلي بطعم المانجا، هيديله لون حلو قوي، هيديله طعم حلو جدا، وهيعزز كل حاجة فيه، ويخليه برضو يجمد كويس قوي. بس على حسب نوع الفاكهة اللي انا حطاها، يعني لازم كل نوع فاكهة نجيب نفس نوع الجيلي بتاعها. وزي ما انتوا شايفين انا من ساعة لما رفعته على النار وانا ما بطلتش فيه تقليب، لان انا لو سبته بس اصلا دقيقة، حتى لو سبته ممكن شوية صغيرة هيبدأ ان هو يكتل معانا، وانا في اخر حاجة انا مش عايزة شكله يكون عامل كده. افرض كتل معانا، احنا نقدر ان احنا نديله فرمة بالهاند بلندر او في الخلاط بيرجع زي الفل تاني. وليه وجع القلب في الاخر؟ ما نقلب فيه واحنا كده وخلاص وبيطلع برضه زي الفل. وهنا انا محتاجة القوام بتاع المهلبية بتاعنا يكون تقيل شوية، علشان احنا كده كده عايزينه يكون في الاخر ماسك نفسه جامد، علشان نقدر نحط الطبقة التانية. فانا هوريكي القوام اللي انا محتاجاه علشان تعرفي توصلي للشكل اللي انا عاملاه في الاخر وما يكونش صعب عليكي. والحاجات دي نقدر ان احنا نعمل بيها مشروع حلو جدا. وزي ما كلنا عارفين ان الصيف اصلا بنحاول ان احنا ناخد الحاجات اللي بتتحط في التلاجة، لان احنا بنحتاج الحاجات دي جدا. وبرضه لسه بقلب فيه، ما بطلتش تقليب. واللي لسه اللي مش ليهم في المطبخ قوي وبيقولوا طب احنا هنبطل تقليب امتى؟ نعرف ازاي ان احنا نبطل تقليب؟ اول ما البابلز دي بتطلع بيكون تقل معانا ونبطل تقليب على طول. وده القوام اللي انا محتاجاه، نسيبه يبرد، وده بعد ما برد شويه. مش نحطه على طول سخن يعني، لا احنا هنسيبه يبرد براحته جدا، بس مش عايزينه يمسك، لا هو يكون دافي شويه يعني. ناخد الكوبايه بتاعتنا وهي مقلوبه شويه، يعني مش موقفينها كده، لا احنا اخدينها بجنب، ونبدأ بقى نحطها. انا هنا هحطها في القالب ده. طب احنا مش عندنا القوالب انجليش كيك، نقدر ان احنا نحطها في اي حاجة، اي حاجة كده ان هي تسند عليها، بس تبقى بميلة كده تسند عليها، علشان في الاخر ناخد الشكل اللي احنا عايزينه. طب احنا مش عندنا اي حاجة ومش عايزين نعملها الشكل ده، نحطها طبقات عادي. وانا كده هعمل معاكم في الاخر. انا هنا هيتبقى شوية من المكونات اللي هنا، فهبدأ ان انا احطها في طبق كده في الاخر، وهوريكم برضو ان هي طبقة عادية من المهلبية دي والطبقة من البيض، وبرضو بتطلع الشكل حلو قوي. فكل حاجة متاحة معاكي، مش توقفي نفسك على حاجة معينة، لا سهلة جدا، الدنيا سهلة، يعني احنا اي حاجة نقدر ان احنا نستغنى عنها بحاجة تانية.
مفيش حاجة اسمها ان انا مش عندي القالب ده او مش عندي اي حاجة احطها فيها تسند عليها يبقى انا معملش الوصفة. لا، الدنيا سهلة جدا واعمل الوصفة وهتطلع احلى من كده كمان. وهنا كنت بكمل بقى معاكم الكوبايات كلها، وزي ما انتوا شايفين خطيرة. ونسيبها بقى تبرد وندخلها التلاجة شوية، ما بتكملش اصلا 5 دقايق وبتكون مسكت معانا. نبدأ بقى في تجهيز في الطبقة التانية. هنا معايا كوبايتين من اللبن، عليهم 3 معالق من النشا، ومعلقتين من السكر. وهنا برضو السكر حسب الرغبة، عايزين نزود اوكي، عايزين نقلل اوكي برضو. ننزل بالسكر وننزل بالنشا اللي موجودة. نقدر برضو ان احنا نحط كريم شانتيه لو عايزين الطعم يكون غني اكتر، نقدر ان احنا نضيفها، بس انا هنا بحاول اعمل الحاجة مبسطة اكتر علشان اي حد يقدر ان هو يعملها، فانا بعملها باسهل طريقة. واللي عنده عايز بقى يحط حاجات من عنده تعزز الطعم اكتر يقدر ان هو يعملها، والموضوع بسيط جدا. وانا هنا بقى رفعته على النار بعد لما قلبت كل حاجة ودابت معانا برضه عشان ما يكتلش، ونسيبه بقى يتقل براحته جدا وبرضه نقلب فيه. والحاجة برضه اللي ممكن تفرق معاكم في الطعم لو عايزين تحطوها كريمة طهي، نقدر ان احنا نحطها بجد بتنقل الطعم في حتة 20. ففعلا لو عندكم كريمة طهي وعايزين وحابين ان انتوا تضيفوها ضيفوها، بجد بقى هي بتنقل الطعم في حتة تانية جدا جدا جدا، مش قادرة اقولكوا قد ايه بجد. انا هنا بحاول ان انا اقولكوا على كل حاجة ينفع ان انتوا تضيفوها. نكمل بقى التقليب. عايزة اقولكوا ان هي دي بس المكونات اللي في الوصفة بتاعتنا. وعايزة بقى اقولكوا ان الشكل اللي انتوا شفتوه في الاول ده، كل المكونات اللي احنا احتاجناها على فكرة هم 4 مكونات بس. هزقولوا 4 مكونات؟ ايوه 4 مكونات. احنا عندنا السكر واللبن والنشا والمانجا، دول بس اللي احنا مستخدمينهم النهاردة. والمانجا دلوقتي متوفرة في كل مكان، لان هي دلوقتي الموسم بتاع المانجا نفسه، فبتبقى حلوة قوي وطعمها حلو ومسكرة وشكلها حلو. وطبعا دي الحاجة دي عندنا كلنا، اي حاجة فيها مانجا بتدخل قلبنا على طول كده من غير استئذان. هي المانجا اصلا يعني الواحد لما بيشوفها كده بيتبسط من غير اي حاجة. شوفي بقى تبقي قاعدة كده في الحر تاكلي حاجة ساقعة فيها الحاجة اللي كلنا بنحبها، صيف يعني مانجا طبعا يعني. الطعم حلو والشكل اصلا يفتح النفس قبل ما تدوقيها. وبس كده، ونفضل بقى نقلب فيها لحد لما بتتقل معانا. وبرضو انا عايزة القوام هنا تقيل، هوريكي برضو نفس القوام زي اللي احنا عملناها في المانجا من شوية، عايزة نفس القوام ده. وبرضه هوريكي القوام انا محتاجة سمكه يكون عامل ازاي. لو وصلت لعندي هنا ولسه ما اشتركتش في القناة فياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هو ده القوام اللي انا محتاجاه. نسيبه بقى يبرد، ما يجمدش، نسيبه بس يدفى شوية عشان نبدأ ان احنا نضيفه على المانجا. ودي المانجا بعد لما بردت معانا ومسكت كويس. نبدأ بقى نضيفها على المانجا اللي عندنا، بس ما نضيفهاش والكوباية معدولة. نضيف اول 2 كده وهي تكون مايلة شوية، ونضيفها بقى على المانجا بتاعتنا. وزي ما قلت في الاول لازم الكوبايه تكون مايله. بعد كده لما نبدا نملاها بقى نقدر عادي الكوبايه وندخلها التلاجة، بتمسك معانا وما بتاخدش وقت خالص. وزي ما انتوا شفتوا شكلها حلو جدا، وعملت كل حاجه قدامكم علشان تعرفوا ان الشكل بيظبط مع اي حد يجربها. زي ما قلت مش لازم ان احنا نعملها الشكل ده، ممكن نعملها طبقات على طول، يعني مش بميلة ولا اي حاجة. لا، نحط اول طبقة من مثلا المانجا وبعد كده اللي هي الفانيليا وكل حاجة تمام فيها. وبرضو زي ما قلت ان احنا منوقفش نفسنا على حاجة، لا، عادي خالص. ونكمل بقى كل الكمية اللي عندنا، وانا هقول لكم هتزينوها ازاي باسهل طريقة وفي الاخر شكلها حلو جدا، ومع انها سهلة قوي. ونقدر برضو ان احنا نقدمها كده، مش لازم خالص تزيين، وكده برضو شكلها حلو جدا برضو. وكل اللي بينزل على الكوباية من الجناب ده بنبدأ برضو ان احنا نشيله قبل ما يجمد، عشان نطلع في الاخر الحاجة مظبوطة جدا. نكمل بقى الكمية اللي عندنا، وهنا اتبقى برضو معايا شوية على شوية بتاعة المانجا، وعملتهم كده في اطباق حلوة جدا. بس برضو عملته لكم طبقة وطبقة مش بالميلة دي علشان تعرفوا ان الاتنين في الاخر شكلهم حلو قوي. وشوفوا بقى شكلها حلو ازاي ده بعد لما حطيتها في التلاجة.
شوفوا التزيين اللي انا هعمله لكم بسيط جدا، ودي اللي انا قلت لكم عليها ان انا هعمله لكم في اطباق، ان طبقات كده فوق بعضها على طول. وانا هنا عملت 3 طبقات، طبقة بالمانجا، وبعد كده اللي هي المهلبية العادية، وبعد كده مانجا. بعد كده هنشوف التزيين عامل ازاي. وبرضه عملت الشكل اللي في الجنب ده، قلت تغيير شوية، وكملت الطبقة التانية نفس النظام. وانا هنا عملت اسهل تزيين، ان انا قطعت قطع من المانجا مكعبات صغيرة وهبدأ ان انا ازين بيها. نقدر برضه ان احنا نسيبها بالطريقة دي وخلاص على كده وتتقدم وبألف هنا. كده نكون خلصناها. بدأت بقى اخد قطع من المانجا اللي انا عملتها دي، اضيفها بقى فوقها، وبس كده. شفتوا التزيين بسيط جدا ازاي، بس فرق قوي في الشكل. شوفوا بقى السهولة والحلاوة والشياكة دي عاملة ازاي. وبس كده. نكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، ان احنا نضيف قطع المانجا دي فوقها. وده بقى بيكون شكلها. شوفوا حلو ازاي، خطير. وبرضو بضيف برضو عليها شوية من قطع المانجا، بس دي مش هاملة الوش كله بالمانجا، لأ. هو انا بس هحط فيها من النص كده، هتدي شكل حلو قوي. ونكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة دي. شوفوا بقى شكلها حلو ازاي. دي كانت سهلة سريعة، ما خدتش وقت، زي ما قلت ربع ساعة بالظبط انا كنت مخلصاها ومزيناها وجاهزة للأكل وبألف هنا. ويا رب بقى وصفتي للنهاردة تعجبكم، وان هي اصلا ما فيهاش حاجات كتير قوي، افتكاسات كتير. هما زي ما قلت باربع مكونات تقدر ان انت تعملي حلا بارد زي كده، طعمه حلو. المانجا دلوقتي من الحاجات اللي كلنا بنحبها، وزي ما قلت برضو ان مفيش صيف من غير مانجا. وقلتلكوا كل حاجة نقدر ان احنا نضيفها، بس انا هنا بحاول ان انا اعمل لكم احلى واسهل حاجة، علشان اي حد يقدر ان هو يعملها براحته وتطلع في الاخر تحفة جدا معاه. وعملتلكوا كل حاجة قدامكم علشان ما تخافوش ان هي ما تطلعش نفس الشكل ده. متأكدة ان وصفتي النهاردة هتعجبكم وهتجربوها وهتحبوها جدا. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.